بعد دعس مانشستر سيتي بنجاح وتدمير أفضل منظومة كروية داخل إنجلترا، جه الدور على عملاق ألمانيا. حان الوقت لحرق أشجار ميونخ. شكرا للزميل الاخضر بالريش. سيداتي انساتي سادتي اينما كنتم طابت اوقاتكم، مرحبا بكم، مساء الفل الناس الكل. ليله من الليالي الكرويه الاوروبيه التي ستكتب التاريخ هنا في العاصمه الاسبانيه. سموه كما تريدون، دور نهائي قبل الاوان، قولوا عليه لقاء العملاقان او اطلقوا عليه مواجهه العمل. بعد ما بايرن ميونخ فازت على الجانرز في دور ربع النهائي وريال مدريد عمل ملحمة كروية وفاز على كتيبة جوارديولا، تم تدمير فرق انجلترا بنجاح علشان يصطدم الملك ريال مدريد بعملاق الكرة الألمانية بايرن ميونخ. مباراة بذكريات كامل عداد يا ولدي، بذكريات ضربة الترجيح اللي ضيعها راموس وهاتريك رونالدو التاريخي وتكسير ايد أفضل حارس في العالم. احنا الآن على موعد مع فيلم سينمائي جديد، فيلم بعنوان حرق أشجار ميونخ. المباراة الأولى على ملعب إليانز أرينا، الملعب اللي بيسموه الألمان إنه مملكة بايرن ميونخ حيث لا يوجد منافس، المقبرة التي تدفن فيها أحلام المنافسين. بايرن نازل يغزو الريال بهجوم مرعب مكون من صانع ألعاب مخضرم يسمى توماس مولر. في اليمين هيلعب ألماني وهو ليروا سانيه، وشمال الفتى المدلل جمال موسيالا، وفي الهجوم أمير إنجلترا الأمير هاري كين. أما ريال مدريد فكالعادة تشكيلتهم معروفة من 3000 سنة قبل الميلاد، ثلاثي وسط مكون من كروس وتشاوميني وفالفيردي، وصانع ألعاب جود بلينجهام، وكارتين الموت أو بمعنى نجوم السيليساو رودريجو وفينيسيوس. أنشيلوتي في مواجهة توخيل، في مواجهة هتكون بعنوان الدفاع أولا ثم ربك هيسهلها في المرتدات. ده اللي كان العالم كله بيقوله قبل المباراة، ولكن البايرن كان غير كده تماما. بايرن ميونخ كان اون فاير من البداية، وأول هجمة من الألماني سانيه يشيلها لونين، وتهديد أول من الألمان. الأمير هاري كين يجرب بالتانية وسهلة في ايد الاوكراني. بايرن ميونخ على نفس طريقة السيتي ضغط على الريال، والكرة الثالثة من سانيه فوق العارضة، ولكن العقاب المرة دي ما كانش من ملك ملوك اوروبا رونالدو، ده كان من برازيلي واسمر. خطيرة والهدف الأول الريال. الريال ينومهم ويضربهم. الريال este Real un gran campeón. اسيست كان حديث العالم كله من مهندس ألماني يقال أنه توني كروس، وفينش وإنهاء من البرازيلي فينيسيوس في مرمى مانويل نوير. الريال تسيبك تعمل كل اللي انت عاوزه وفي لحظة تلدغك زي الحية. رد البافاري كان عن طريق هاري كين بعد ضربة ثابتة مثالية ولكن بتروح جنب القائم، الكل على أعصابه وتوني كروس بيعزف في الزاوية. بعد تسديدة بيحطها بهدوء، ولكن هناك عملاق ألماني يعتبر من الأفضل في التاريخ. الألمان كانوا الأفضل وسانيه كان هو المنقذ. سانيه زي السكينة بيخش يحط كورة كانت هتقطع الشبكة. وهدف التعادل من سانيه. الكرة الغدارة البافاري يعود يا سانيه. سانيه يسجل الونوان. وبترجع المباراة لل1-1، وشكلنا كده هنشوف فيلم جديد بسيناريو مجنون. ولأن الألمان كانوا ملوك المباراة، بيأتي الفتى الذهبي ومستقبل ألمانيا جمال موسيالا، وبيجيب ضربة جزاء للبايرن، وبيخش لها الأمير وعينه على أول الألقاب في تاريخه. هاري كين والثاني 2-1 للبايرن. فرحة هستيرية مشحونة هنا في مدرجات الأرينا.
وبيسجل مهاجم انجلترا الاول الهدف الثاني في مرمى الاوكراني. كامباك من بايرن ميونخ على ريال مدريد، ولحد دلوقتي البايرن عامله اداء محدش كان متوقعه، لان الكل كان بيقول ان توخيل هيدافع، وحصل عكس كل التوقعات ومن اول دقيقه هجوم فتاك. هجمات بايرن ميونخ كانت مستمره بكره من هاري كين جنب القائم، وكره تانية بالراس من داير بتيجي في ايد لونين. وفي وقت ما بايرن ميونخ فارد اسلوبه على ريال مدريد، فيني كان هيسجل في مرمى نوير، ولكن بيتألق الالماني. فينيسيوس ما كانش هو الحل، يبقى الحل في رودريجو اللي يخش يجيب ضربة جزاء للريال، والعقرب يلدغ بالتانية في شباك الالماني. يسجلون. اعتقد مباريات ال15 كانت اشبه بافلام هوليود، فيلم لو كان اتعرض في السينما كان هياخد اوسكار بمنتهى السهوله. بس اعتقد ان انتوا يا رجاله هتخلوه ياخد اوسكار على يوتيوب بعد ما تفجر زر اللايك، علشان المتعه لسه جايه. وبتخلص مباراه الذهاب على ملعب اليانز ارينا، وتكتمل المتعه والاثاره على ارض سيد الفرق الاوروبيه وزعيمها معقل ريال مدريد الذي غزا بيه اوروبا باكملها. احنا الان على ملعب السانتياغو برنابيو. بايرن ميونخ داخل بنفس هجوم الذهاب باستثناء توماس مولر، ودخل مكانه في التشكيله ابن الصعيد ولدنا سيرجي جنابري. اما ريال مدريد فمحافظ على نفس تشكيلته بدون اي تغييرات في الوسط او خط الهجوم. وبيبدا الفيلم ويلا شد كرسي واقعد اتفرج على الخناقه. كارفاخال عرضياته كانت محتاجه دكتور يشرح لنا العظمه اللي بيقدمها افضل باك رايت في تاريخ الريال. جنابري كان هيعملها من البدايه على ملعب الملك ريال مدريد، وتمر الكره بجوار القائم. المباراه اتحولت لمعركه من الفريقين، وفينيسيوس في الاولى ورودريجو في الثانيه، ونوير كان المنتصر عليهم في الاخر وبيرفع ايده في اشاره انه الافضل. المباراه اتوترت والكل على اعصابه. هاري كين كان هيسجل واحده من اجمل اهدافه على الطاير، ولسوء حظه بتيجي جنب القائم بسنتيمترات وتحرمه من هدف ايقوني. نوير كان بطل القصه لحد دلوقتي، وتصدي من وحي الخيال بكره خادعه صعبه على اي حارس في العالم، بس انت قدام نوير. ديفيز يعتبر كان جناح البايرن الطائر، واول خطوره من الكندي فوق العارضه، وشكله كده هيكتب تاريخ جديد للبافاري. فيني يتقمص دور رونالدو ويلعب دور المنقذ، ولكن تخرج بره. بعد فينيسيوس دايما بنلاقي رودريجو، وكرة تانية بجوار القائم. اما التالتة فكانت قريبة من مرمى الالماني، وبيفعل وضع سوبرمان ويروح يجيبها من قلب المرمى وبيشيل هدف مؤكد. عفاريت السانتياغو ظهرت، والريال جنة جنونه بعد كرة من العقرب يشيلها تاني نوير. وريال مدريد اعلنت ان الحرب ابتدت، ولان دول المان فهتلاقيهم داخلين الحرب باسلحة نووية، وموسيالا بيضرب باول صاروخ. ولكن ما كنتش اعرف ان كندا عندها سلاح نووي يدمر بيه كتيبة الريال. صاروخ من ديفيز بيستهدف بيه كتيبة الريال ويدمرهم بهدف اسطوري لا يصد ولا يرد في شباك الاوكراني. والمباراة خلاص ولعت وكله بيجهز للحرب. ناتشو بيحرم الريال من هدف التعديل بعد ما عمل فاول قبل الهدف ويلغيه الحكم، والاعصاب بتتوتر وهدوء في ملعب السانتياغو برنابيو من جماهير ريال مدريد. كرة هاري كين كانت في الشبكة، ولكن في الشبكة الخارجية للحارس. حفيظ كان قلبه حاسس. تذكروا عندما قلت لكم بأن الريال لن يسجل بكل هذه الفرص وهذه الكرات وهذه اللعبات. واحساس حفيظ لا يخيب. هدوء ملعب السانتياغو كان هدوء يسبق العاصفة، لان العاصفة كانت من خوسيليو. ريال مدريد بالروح يعود، ريال مدريد بالقوة يعود، ريال مدريد بجمهوره يعود. نادرا لما بنلاقي نوير بيغلط وفي كرة سهلة زي كده، بس الأجواء كانت صعبة على أي حارس في العالم. خوسيليو البندقية اللي محدش كان متوقع إنها تعمل حاجة في وسط الحرب دي، بس البندقية بتصيد أول هدف بنجاح. خوسيليو انفجر، وفي الثانية بيدمر شباك بايرن ميونخ. جول 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 جول، ما يحل ريال مدريد.
محدش كان عارف ان البندقية هتغير موازين الحرب. مجرد لاعب بينزل بديل في كل المباريات، اوقات بيسجل واوقات تانية لا. لاعب جاي ريال مدريد برقم صغير وهو كبير في السن، على امل انه يعوض جزء بسيط من الفرنسي صاحب البالندور كريم بنزيما. جماهير ريال مدريد مش هتنسى ما فعله خوسيليو في المباراة دي، كان هو المنقذ والحاسم، وكان رهان انشيلوتي عليه صحيح، ولكن لا امان مع الالمان، وبيسجلوا هدف لو كان احتسب كان هيبقى للتاريخ، ولكن الحكم بيقول اوفسايد وبيلغي هدف ذهبي. وبتنتهي المعركة الكروية كالعادة بفوز ريال مدريد والتأهل الى نهائي دوري الابطال لمواجهة الجراد الاصفر نادي بروسيا دورتموند. مباراة هتبقى ليها ذكريات كتير ملهمة وحماسية. انا هقعد اتفرج على كومنتاتكم وانتوا اتفرجوا على العظمة اللي جاية. ولكن ده كان الجزء الثاني من ال15. الجزء الاول طلبت 10,000 لايك ووصلتوه ل 5000 لايك، وده كان سبب ان الجزء الثاني يتأخر، فحابب انكم توصلوا الجزء ده ل 5000 لايك زي الجزء الاول، وننزل بالجزء الثالث نهائي الاحلام بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند.